وصلت تركيا من سنة. خرجت للأسف من مصر نتيجة الضغوط الأمنية التي حصلت يعني، وإن احنا عملنا الحقوقي بيؤثر علينا، وأصبح مطلوب للاعتقال. كل من يطلب الحريات أو يدافع عن المظلومين أو المعتقلين في مصر للأسف الشديد أصبح مطلوب للأمن يعني. هو الحقيقة احنا كنا جزء من المصريين اللي خرجوا في ثورة يناير من أول 25 يناير، وكانت دي بداية إن المصريين يطالبوا بحقوقهم ويعرفوا حقهم كإنسان، وحقوقهم في الحياة، وحقوقهم في الاقتصاد والتعليم وغير ذلك، اللي كانت للأسف الشديد عبر سنوات طويلة منتهكة. أنا كنت جزء من هؤلاء المصريين فعلا في 25 يناير، ثم استمرت المطالبات بالحصول على حياة كريمة، ثم كانت الانتخابات لأول مرة حرة في داخل مصر، واعتماد دستور يعتمد المصريين أنفسهم. ولذلك كانت هذه المطالب، وجود رئيس منتخب، كل هذه كانت مطالب المصريين وحصلوا عليها في قبل 3/7/2013. يعني فوجئنا طبعا. كانت هناك قبل 3/7 مجموعة من الممارسات أوحت إلينا أن فعلا في محاولات للانقلاب ومحاولات لاستعادة الدولة العميقة لسلطتها ومنع حريات المصريين ومنع وقف الفساد وغير ذلك. طبعا كنا بنشارك في كل هذه الفعاليات اللي كانت بتدعو للحرية وبتدعو للحصول على حقوق المصريين كلها. شاركنا في هذه التظاهرات وشاركنا كحقوقيين في تغطية الواقع المصري والظروف والانتهاكات اللي بتحصل، لحد لما حصل 3/7 والأحداث اللي تمت في 3/7 وحدوث انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب. للأسف الشديد كانت هذا الانقلاب بشكل عنيف جدا، أدى إلى صدامات مع المواطنين المصريين، أدى إلى كم كبير جدا من الاعتقالات وكم من القتل والانتهاكات التي حصلت، كم من إزاحة عدد من الناس من أماكنها المفروض أن هي أخذتها بشكل شرعي، سواء عن طريق انتخابات أو حتى بتعيينات من رؤساء المؤسسات والوزراء وغيرهم. وكانت حصل للأسف شديد مقاومة من الشعب المصري بشكل كبير، إلى أن انتهت بالمجزرة التي تمت في 14/8 مجزرة رابعة العدوية وميدان النهضة. لا، بعد احداث 3/7 طبعا كنا من ضمن المصريين اللي شاركوا في هذه التظاهرات فعلا، وكنت موجوده شخصيا في اعتصام ميدان النهضه في ميدان الجيزه بالقاهره. كان هي الاعتصامات كان تقريبا في كل المحافظات، ولكن بشكل اساسي كان ميدان رابعه العدويه وميدان النهضه بميدان الجيزه. احنا كنا موجودين في النهضه، وكنا الحقيقه نقوم بتغطيه ما يحدث داخل الميدان، الاعتداءات التي تمت على الميدان، محاولات الهجوم عن طريق العسكر او الامن المصري والجيش، ومن جهه اخرى من طريق البلطجيه الذين يتم اتفاق معهم عن طريق الجيش ايضا للاعتداء على المعتصمين والاعتداء على المعترضين على ما حدث من ازاحه الرئيس المصري المنتخب. تواجدنا في الميدان لمده اكثر من 45 يوم. حدث كان في هذه الفتره كان شهر رمضان، وكانت الواقع وكان المواطنين المصريين بيحاولوا التعايش مع ما يحدث والتوقف امام بطش هذا النظام ومحاولة استعادة شرعية الانتخابات التي تمت بإرادة المصريين. هم كانوا بيحاولوا يستعيدوها. للأسف الشديد حصل كثير من الاعتداءات، حصل هجوم على هذا الميدان بشكل كبير أكثر من مرة، يمكن ربما 3 أو 4 مرات يحدث هجوم على الميدان ويتم إصابة أشخاص، وكان في هناك عدد كبير جدا من الجرحى. تم تشكيل مستشفى ميداني داخل ميدان النهضة بيتم علاج المصابين فيها. حصل للأسف الشديد قتل لعدد من الشهداء موجودين بميدان النهضة أو بالمظاهرات التي خرجت من ميدان النهضة عند ماسبيرو أو عند في شارع الهرم أو غيره. وفعلا حصل استشهاد عدد من الأفراد وقتل أفراد داخل الميدان، حتى أن قناصة النظام المصري كانوا بيقتلوا الناس داخل الميدان، وقتلت أكثر من شخصية، منهم طفلة في 15 قتلت داخل ميدان النهضة وختم للأسف الشديد. وكنا الحقيقة بنتعايش برغم من الإصرار اللي كان موجود داخل الميدان على الوقوف أمام هذا النظام وعدم الاستسلام لإلغاء شرعية الشعب المصري واختياراته وما تم انتخابه. ولكن للأسف الشديد كان الضغط قوي جدا. ميدان النهضة كان محاصر من كل الجهات لمدة 45 يوم،
وكان للاسف الشديد كان بدأ الاعلام حتى الغربي يغطي هذه الاحداث وياتي عدد من النشطاء ليردوا على ما ادعاه النظام المصري ان هناك اسلحه وان هناك قتل داخل هذا الميدان، وهذا لم يكن حقيقه. تم تغطيه ذلك، ولم يجد النظام في النهايه بد الا انه يهاجم الميدان ويقوم بالمجزره التي تمت يوم 14/8. هذه المجزره حضرتها كامله، كنا موجودين داخل الميدان، تم حصار الميدان بالمدرعات بشكل ضخم جدا وبالطائرات وبالمدافع. كان القصف مريع الحقيقه، ليس قصف المدنيين او ليس قصف من يريد فض هذا الاعتصام فقط، لكنه كان يريد اباده الافراد داخل هذا الاعتصام. وكان الحقيقه كان في غازات حتى هذه اللحظه لا نعرف كونها او ما هي هذه الغازات، غازات تصيب بالتصلبات، بتصيب بالاجهزه التنفسيه بأذى، البعض عانى منها لمده شهور بعد فض الاعتصام. كان هناك مدافع أسلحة حتى لا تستخدم مع المدنيين، ربما تستخدم في الحروب، استخدمت في هذا الاعتصام. الطائرات كانت تقصف الميدان من أعلى ويتم قصفه ببعض الأسلحة المحرمة دوليا، حتى أن البعض في الصورة الشهيرة التي انتشرت ل3 أشخاص تم حرقهم وهم أحياء وهم في وضع الجلوس كان هناك، وده اللي كان ظن البعض المراقبين الذي لم نستطع التأكد منه أن هذه استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفات أو غيره. كان هناك قصف للمستشفى الميداني بالمصابين الذين كانوا بداخلها، كان هناك قصف للمركز الإعلامي الذي كان موجود داخل الميدان وكان يحتوي على تأرشفة لكل الأحداث التي تمت قبلها. تم اعتقال عشرات من الأفراد من داخل الميدان وقتل الآخرين. فرت آخر مجموعة من الميدان ودخلت إلى مبنى كلية الهندسة المجاور للميدان، وظلوا محاصرين داخل هذا المبنى إلى حتى المساء، يعني منذ 8 صباحا وربما حتى 8 مساء، 12 ساعة محاصرين داخل مبنى كلية الهندسة. ظللنا داخل هذا المبنى محاصرين، يتم القصف بالطائرات ويتم القصف بالمدافع على المبنى، وغير الجنود المشاة الذين كانوا يحاصرون المبنى ويترصصون لإطلاق النار على من بداخله من النساء والأطفال والرجال والشيوخ داخل المبنى. المعتصمين بالمبنى كانوا مختبئين، ولكن كان يتم قصفهم لحد لما وصل نتيجة لبعض الضغوط من بعض البرلمانيين وبعض الناس مع محافظ ميدان الجيزة أنه يتم خروج المعتصمين من المبنى دون أن يتم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم. وفعلا خرجنا من المبنى ربما في 8 مساء. كنا خارجين كما تكون قوافل من الأسرى يخرجون من الميدان للأسف، من المبنى للأسف، متجهين إلى ميدان الجيزة، وتم الاعتداء على هؤلاء الخارجين عن طريق البلطجية وعن طريق بعض الأمن، وتم اعتقال بعضهم أيضا، وتم تدمير بعض الكاميرات التي كنا نقوم بتصوير كثير من الأحداث التي تمت في الميدان. خلال 12 ساعة كان موجود معنا داخل مبنى كلية هندسة جثث لا نستطيع دفنها، مصابين ظللنا نبحث عن محاولة لمداواتهم ونطلق استراخات من داخل المبنى مع الإعلام العالمي ومع عدد من وكالات الأنباء، نطالب فقط بخروج الجرحى للعلاج كما يفعل حتى في الحروب، يعني من حقوق الإنسان في الحرب أن يخرج الجرحى ليحصلوا على العلاج، ولكن للأسف الشديد تم رفض الطلب، حتى أن بعض الجرحى الذين كانوا موجودين داخل هذا المبنى ماتوا ولم يستطيعوا تلقي العلاج المناسب. وبعض الجرحى خرجوا مع الخارجين في المساء يسندهم اخوانهم وزملائهم، وتم الاعتداء عليهم خارج الميدان وتكسير الكاميرات وتكسير كل ما. فالحقيقه كان يوم قاسي جدا، خرج الناس منه منهارين نتيجه الاعتداءات اللي تمت عليهم. ومع ذلك ربما في اليوم الثاني عندما توجهنا الى المشرحه لرؤيه الشهداء كان عدد الجثامين مهول للاسف الشديد، سواء الموجودين من ميدان النهضه او من ميدان الربيعه العدويه، العدد مهول، حتى انه كان يفترشون به بالجثامين شارع كامل طويل لعدم وجود مكان في ثلاجه المستشفى او في ثلاجه المشرحه لوضع هؤلاء الشهداء. ومع ذلك يوم 15 يوم 16/8 خرج المصريين بعدد أكبر من التي كانت موجودة داخل الاعتصام للمطالبة مرة أخرى بحق هؤلاء الذين قتلوا باستعادة شرعية أصواتهم التي ألقوها في صناديق الانتخابات بشكل حر، وارتكبت مجزرة أخرى يوم 16/8. شخصيا
أنا كنت في ميدان النهضة وتعرضت للأذى بسبب الغازات لمشاكل في الجهاز التنفسي تقريبا حوالي شهر ونص بيتم العلاج من خلالها، لأن فعلا الغازات التي كانت تطلق لم تكن مجرد غازات مسيلة للدموع طبيعية، ولكن أعتقد أن هذه الغازات أسلحة محرمة كانت تصيب مشاكل في الجهاز التنفسي، وأصيب منها زملاء كثر يعني. وكان معنا من الزملاء العديدين الذين للأسف كان معنا أحد الزملاء استشهد في هذا اليوم، وكان معنا عدد من المصابين من الزملاء الذين كانوا يغطون معنا هذه الأحداث يعني. ربما كان العدد الأكبر من الشهداء ومن الإصابات كان في ميدان رابعة العدوية. كان لي أخ شقيقي استشهد في ميدان رابعة العدوية فعلا أثناء أحداث المنصة، وتلقى أيضا رصاصا من الرصاص المحرم دوليا التي تستخدم مع الأفراد، استخدمت معه وتلقاها في رقبته واستشهد في ميدان رابعة العدوية قبل الفض بأيام قليلة. وبالطبع بعد ما حدث في 3/7 ومن الانقلاب على الرئيس المنتخب، حاول النظام الموجود الآن شرعنة الإجراءات أو شرعنة الوضع الذي يريده، وبالفعل بدأوا يتحدثوا عن تعديلات في الدستور، وبدأوا يتحدثوا عن انتخاب رئيس جديد. ولكن الحقيقة المصريين جميعا يعلمون جيدا أن هذه الإجراءات لم تكن بشكل شرعي ولم تكن مطابقة لطموحات المصريين التي حصلوا عليها بعد ثورة يناير. تمت انتخابات سورية، نسبة الحضور كانت في الانتخابات التي تمت في 2012 لانتخاب رئيس كان نسبة الحضور ربما تتصل إلى 45% من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، بينما المشاركة في 2014 عند انتخاب من اسمه رئيس جديد كانت ربما لا تتعدى 5%. للأسف الشديد كانت أجواء الانتخابات أو تعديل الدستور الذي تم في 2014 كانت أجواء غاية في الديكتاتورية، غاية في الحصار. كانت الشوارع محاصرة بالأمن والعسكر ينتشرون في كل مكان. منع هؤلاء الذين ترشحوا ليكونوا منافسين لهذا الرئيس من حقوقهم في العمل الدعائي الانتخابية أو الخروج للمواطنين أو الالتقاء بهم في السرادقات وغيره والمرور في الشوارع، كما كان بعكس ما حدث في 2012. للأسف الشديد كان الوضع المصري كاملا لا ينبئ بأن هذا اختيار حر أو أن هذه انتخابات نزيهة. وخرج منتج يقول أن هناك رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي. بعد هذه الانتخاب للأسف الشديد المصريين ربما حصلت مقاومة كبيرة استمرت لفترة، وكان المصريين ينزلون بالآلاف في الشوارع في 2014 2015 وحتى 2016، ولكن نتيجة القمع الأمني الشديد من النظام المصري لكل من يخرج ويطالب بالحرية سواء في الشوارع أو حتى في النقابات أو يحاول حتى المشاركة بشكل ديمقراطي في انتخابات أو في غيره أو إبداء رأيه حتى في تعديلات الدستور التي تمت، كان يلاقى بالعنف الشديد جدا من النظام، يلاقى بالاعتقالات بغض النظر عن تصنيفه. يعني الآن كانت النظام في البداية كان يذكر أو كان يلمح أن المشكلة مع فصيل ومن فصيل الإخوان المسلمين، ولكن للأسف الشديد ممارسة الأيام أو تتالي الأحداث النظام أصبح مشكلته مع كل من يطالب بالحرية. النظام أصبح مشكلته حتى مع أصدقائه القدامى الذين ساندوه في الانقلاب، أصبحوا الآن هم نزلاء في السجون المصرية. بعض أعضاء هذه الأحزاب التي تعترف بها السلطة المصرية مثل الدستور والعيش والحرية وغيرها الآن رؤساء هذه الأحزاب معتقلون وموجودين في السجون المصرية، ويتم التضييق، لا يسمح لهؤلاء بأي مؤتمرات، لا يسمح بهؤلاء بأي نشاط حزبي. هذا بخصوص الوضع السياسي. الوضع الحريات وحقوق الإنسان في غاية في السوء للأسف الشديد جدا، لأنه يتم انتهاك كل الحريات، لا يتم تطبيق القوانين، لا يتم مراعاة حرمة للنساء وأطفال الرجال. الآن حتى كان في البداية يتم الاعتقالات للرجال أو يقال من يهاجمون أو يخرجون للاعتراض على النظام السياسي. الآن أصبح الاعتقال لكل من يطالب بحقه، أصبحت تعتقل أسر بأكملها، الأب والأم والأطفال. عندنا الآن أكثر من طفل مختفي قسريا لشهور طويلة. منذ أكتوبر 2018 عندنا أسرة كاملة بطفل كان عمره 1 و3 شهور مختفي قسريا حتى هذه اللحظة. عندي أسرة مر عليها 4 أشهر الآن، طفل عمره 3 أشهر مع الأم والأب مختفين قسريا لمدة 4 أشهر، لا يعلم أحد أين هم. اعتقالات تتم للنساء بعدد كبير. النساء في البداية كانت اعتقالات محدودة جدا، وبمجرد ما يخرج الناس في الاعتراض في الشارع على هذه الاعتقالات تخرج النساء. الآن أصبح عندنا في السجون المصرية عدد كبير من المعتقلات بل ومن المحكومات، نساء فوق 60 وفوق 70. عندنا الآن معتقلات داخل السجون المصرية في أوضاع غير آدمية تماما وغير صحية ولا تراعي أبسط حقوق الإنسانية.
وصولا الى الحال الاقتصادي والاجتماعي للبلد للاسف اصبح في منتهى التردي. الحاله الاقتصاديه في تردي، الاسعار في ازدياد، المواطنون لا يجدون ما ياكلون او ما يشربون او ما حتى المسكن الامن والذي يعتبر من اهم اولويات الحياه في اي مكان في العالم. الان اصبح عندنا مشكله في ذلك نتيجه غلاء المعيشه الذي لم يستطع الافراد. المستوى الاجتماعي داخل مصر اصبح الان تآكل في الطبقه المتوسطه. انا عندي الان طبقه عليا مرفهه تستولي على كل مقدرات البلاد ولها كل الامتيازات، وطبقه فقيره تماما بالكاد تجد ما تاكله او تشربه، تدور في عجله الحياه اليوميه، وتتآكل الطبقه المتوسطه التي كانت هي ميزان التوازن ما بين الطبقه العليا والطبقه الوسطى. للاسف الاوضاع في مصر اقتصاديا سياسيا اجتماعيا في منتهى التردي. اصبح عندي ظاهره تسمى ظاهره الانتحار تتزايد بشكل رهيب جدا، حتى نصل الى انه خلال اسبوع واحد يحدث اكثر من 15 حاله انتحار في اسبوع واحد نتيجه الحاله النفسيه السيئه للشباب وللافراد، عدم مقدرتهم على توفير المعيشه، عدم وجود افق او امل لهم للحصول على مكاسب او حتى انهم ينجحوا دراسيا او ينجحوا في تولي مناصب مهمه او يكون لهم افق في الامل. للاسف الوضع المصري في تردي شديد جدا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. انا اسكن هنا بشكل مؤقت للاسف، نتيجه معي العائله، معي اولادي. بجتهد الآن أن أقوم كمؤسسة حقوقية بدوري تجاه هؤلاء المنتهكين داخل مصر، لأن أكون صوتهم في الخارج سواء في تركيا أو في أي دولة أوروبية، للتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، للتواصل مع كل من يستطيع الضغط على النظام المصري لإعطاء هؤلاء حريتهم. أنشر قضية المصريين المعتقلين والذين يتم تصفيتهم والأسر والمصريين بشكل عام في العالم كله، لأنه لابد أن يكون هناك تحالف أو تعاطف من العالم الحر مع حقوق المصريين في داخلها والمنتهكه ومع اوضاعهم اللا انسانيه التي تتم الان. فهذا الدور الذي اقوم به الان في هذه اللحظه. على عائلتي الصغيره هنا انا واولادي، ولكن في مصر طبعا عندي هناك اخواتي واقاربي الاخرين من العائله الكبرى موجودين في مصر حتى الان. طبعا يعني انا كان ليا اخت تعرضت لمشاكل امنيه وملاحقه امنيه بدون سبب للاسف الشديد، فضلا عن الضغوط الاقتصاديه. ليس هناك الان بيت داخل مصر لا يوجد احد افراده يعاني من مشكله بسبب الوضع السياسي القائم، سواء لانه ربما فقط يطالب بحريه ما، او حتى لمجرد انه يطالب بحقوقه الاقتصاديه او وظيفه مناسبه او حقه الذي لا يتم الاعتداء عليه بسبب الفساد الحاصل في المؤسسات وغير ذلك.